السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي وحبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض اكل صحي بطريقة سهلة جدا جدا. لو عندك نص كيلو كوسة ما شاء الله، شايفين مطلع معايا كمية قد ايه؟ هنعمل كمية حلوة جدا. الطعم روعة بجد، وسهل جدا وبسيط وما بياخدش اي حاجة على النار. ندخل مع بعض في خطوات عشان ما اطولش عليكم. ما ننساش يا جماعة ندعي لفلسطين، ان شاء الله ربنا ينصرهم نصرا عزيزا باذن الله. متشكرة كل الناس اللي بتدعمني، ومتشكرة لكم جدا بجد. كلنا بنكبر مع بعض وبعض. ندخل مع بعض في الخطوات ونشوف المكونات بتاعتنا، سهلة وبسيطة جدا. ونسمي الله حبايبي ونصلي على رسولنا الكريم عليها افضل الصلاه والسلام، ونشوف المكونات اللي معانا ايه. انا عندي كوسه، دي كوسه غسلاها كويس جدا ومقطعاها، عاملاها كده بالمقوره بتاعه البتنجان والكوسه بتاعه المحشي. قطعتها وحطيت عليها معلقه ملح وسبتها شويه، حوالي ربع ساعه كده. عايزاها تصفي الميه بتاعتها خالص، دي الميه اللي طلعت منها لازم ناخد بالنا من حته الميه دي. بس كده. معايا بقى هنا فلفل الوان مشكل حراق وبارد والوان مع بعض، اصفر احمر اللي موجود عندك. عندي هنا شويه كزبره خضراء وعودين شبت، يعني حوالي كلهم على بعض ما يجوش رابطه، يعني حبه صغيرين كده. وعندي دي طماطمايه مقشراها ومقطعاها مكعبات صغيره، وبصلايه جوليان، وعندي حوالي 4 5 فصوص توم. طبعا كميه التوم اللي بتحبيها حطيها. عندي هنا التوابل بتاعتي ملح وفلفل وكمون وبابريكا مدخنه وكزبره ناشفه. بس كده، مكونات سهله وبسيطه جدا. هنحتاج على الكلام ده كله معلقتين زيت زيتون، هنحطها على النار ونيجي نشوف هنكمل مع بعض نعمل ايه. وكده انا ضفت التوم بتاعي كده مع الزيت بالشكل ده، ياخد يا دوب لون خفيف خالص، يا دوب الريحه بتاعته تطلع كده. ونبتدي نضيف البصل بتاعنا، مش عايزينه يحمر خالص عشان مش عايزينه ياخد لون. كده خلاص نضيف البصل بتاعنا في المرحله دي. نقفل كده بالشكل ده. يا دوب بس البصل بتاعي بيدبل معايا كده بالشكل، مش عايزاه ياخد لون او حاجه برضو. هنبتدي نضيف الفلفل بتاعنا كله، فلفل والوان وجزر وفلفل حراق، كل الحاجات المتوفره عندك حبات حطيها. عايزه تحطي خضار، اي حاجه اللي انت عايزاها منها. طريقه سهله جدا ودايت بجد، ممتازه جدا بجد، طعمها حلو قوي. بس هناخد تشويحه خفيفه كده ونرجع نضيف الكوسه بتاعتنا. وكده الفلفل بتاعي دبل معايا بالشكل ده، نضيفه بالكوسه بتاعتنا بقى كده. نقلبها كده بس يا دوب تسخن معايا شويه، اغطيها بقى وهدي عليها النار واسيبها تستوي كلها مع بعضها. وكده سامعين صوت الخضار بتاعي بدأ يتشرب ميته ازاي كده، نزل الميه بتاعته بدأ يشربها. ابتدي بقى اضيف التوابل بتاعتي كده. ممكن نضيف عليها مرقه دجاج لو انت حابه، مش حابه خلاص. انا بصراحه هضيف رشه صغيره كده مرقه دجاج، دي عندي مرقه دجاج فوريه، بتديها برضو ريحه حلوه يعني. بس هقلب بقى كل المكونات كده مع بعض، هدي عليها النار واسيبها ونرجع نشوف شكلها. نسيت اقول لكم حبايبي، ما نكترش الملح عشان احنا ضايفين ملح في الاول على الكوسه بتاعتنا. طبعا ضفنا عليها الملح وصفيناها وغسلناها. كده شايفين لونها بقى معايا عامل ازاي، بدأت تستوي معايا خالص اهي. شايفين ما شاء الله بدأت تستوي جدا. بس اقول لكم ريحتها حلوه جدا. هنبتدي بقى نضيف الطماطم بتاعتنا، ناخد تقليبه بس كده، ونضيف الخضره كده بالطريقه دي. وكده خلاص خلصت معايا بجد، طعمها حلو جدا جدا ومغذيه جدا. طبعا زي ما قلنا دايت، اللي عنده سكر، اللي بيعمل دايت، الكلام ده حلو قوي. بس هتاخد تسخينه بس خفيفه الحاجه بتاعتي دي كده ونطفي عليها. وده كده حبايبي شكله النهائي بعد ما خلص معايا. شايفين ما شاء الله الخضار مستوي جدا وريحته تحفه بجد. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله تجربوه. ما تنسونيش لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الاشعارات ان شاء الله. السلام عليكم.